يلا بقى كده نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوف بقى هنبدأ من فين ولا من فين. هنزل كده كل التراب كده من على الستاير والركنة ومن كل حاجة كده، والمخدات هلمها على جنب وانفضها كويس قوي واركنها كده على جنب. وهبدأ بقى ايه اني انا الم كده اي تراب من اي حتة، واشيل اي مفارش، اشيل اي حاجة فرشاها على الركنة، اشيل المفارش بتاعتي كلها اللي على الترابيزة واللي على مكان الشاشة كده. هو هنزل كمان الستاير بتاعتي دلوقتي، هجيب السلم واطلع اجيب الستاير. هنشيل كل حاجة عشان نغسلها ونرجع كل حاجة جديدة. طبعا انا طلعت جبت الستاير ونزلتها، ووقعت عليا المواسير وحصلت حاجات جميلة جدا. وكمان لما هاجي اركب الستاير، الستارة عموما هتقع بيا بالماسورة، هتقع بالماسورة كلها على دماغي. تمام. وهستنى جوزي يرجع وهنشوف كل الحوارات دي هتحصل معانا دلوقتي. هاخد كده الستاير بتاعتي دي والمفارش والدباديب وكل حاجة موجودة عندي في الصالة، هاخدها على الغسالة. انا بشتغل جوه والغسالة شغالة بره، العكس. العكس، انا بشتغل بره والغساله شغاله جوه. مش عارفه دماغي فيها ايه. طبعا كنست كده تحت الركنه بتاعتي، هي المفروض دي ركنه بس انا مش حطاها ركنه، انا حطاها كنب زي ما انتوا واخدين اللي بالكم كده، ومعاها ايه، كرسي. هكنس كده كويس واطلع كل العاب ابني اللي تحت الركنه. تمام. آه دي بقى ايه، ده عنده هواية، اول ما يشوفني ان انا نظفت البيت وخليته زي الفل قشطة، لا لازم يطلع يجيب العابه بقى من الاوضه بتاعته ويروح يدخلها لي تحت الكنب ويفضل سايبها لي. ربنا يهديه ويبارك فيه ويبارك في اولادكم يا رب، اللهم امين. طبعا انا كده كنست كده الصاله عندي، ومش بسيب مكان غير لما اكنس فيه، وكده مسحت كده فوق. حتى كنت نزلت من على السلم وخدت الدباديب اللي فوق وخدت كل حاجه مسحتها. وكمان همسح الشاشه وهمسح المصاحف بتاعتي، وهخلي كل الدنيا قشطة فلة. مش هسيب حاجة غير لما امسح. هنعمل روتين قوي جدا تشجيعي جدا، مش عايزاكي تطلعي من هنا غير وانتي حاطة اللايك. اكتبوا لي كومنتات كتير وصلوا على النبي في الكومنتات، اكتبوا كومنتات تشجيعية. كومنتاتكم حقيقي بتشجعني وبتفرحني وبتخليني استمر واكمل. هكنس كده تحت الترابيزة بتاعتي. الترابيزة بتتفتح ركنة، بتتفتح سفرة، مش عارفة، بتتفتح سفرة وبتتلم زي ما انتوا شايفين كده، وعملية جدا وجميلة جدا جدا. تمام. هركنها وهشيل ديسبنسر واكنس برضو تحته، وكده اكون خلصت الصالة دي كلها، كنست في كل حتة منها. هاجي الم الزبالة بقى وهروح بقى هنا امسح. لا، همسح الاول الترابيزة وامسح الديسبنسر واشيل الكرسي بتاعي دي. بص، الكراسي دي فيها ميزة حلوة قوي، الكراسي بتاعتها بتتحط هنا في المكان ده. تمام. هكنس انا كده بقى كويس قوي كده، ومش هسيب اي مكان غير لما اشيل منه كل التراب واخلي البيت فلة من غير ولا نقطة تراب. هروح كده امسح الترابيزة وامسح الصب بتاعي ده، على طول مشغلاه قرآن، والديسبنسر طبعا، وامسح كل الحاجات دي. وخليني افكركم اني انا المية دي حاطة فيها خل وحاطة فيها صابون سائل وبنضف فيها الاخشاب بتاعتي. بالنسبة للشاشة يستحسن انك انتي تنضفيها بالوايبس، تكون احسن للشاشة وبتديها لمعة حلوة قوي. ما تستخدميش قماشة مبلولة، مش هتبقى حلوة وهترقع في الشاشة وهتبقى وحشة. ولو ممكن لو عايزة استخدمي منديل ناشف وهيكون احسن ليكي. يعني انا انصحك بيه احسن، يعني انك انت تستخدمي المنديل الناشف ده. هنا بعد ما خلاص مسحت بقى كل حاجة وشلت التراب من على كل حاجة. هروح بقى ايه، بس انا لسه يعني انا وبمسح كده هقول لكم حاجه تاني. والله يا جماعه الصحيان بدري مفيد جدا جدا جدا. انا استفدت جدا لما بقيت اصحى بدري وبقيت اخلص كل اللي ورايا، وما بقيتش احتاج خالص ان انا احس ان في حاجه ورايا في البيت، وبنظم وقتي. وكمان انك انت تقرري انك انت تنظفي ده النهارده وده بكره، يعني تعملي جدول تنظيفات زائد جدول اذكار. صدقيني هينفعك جدا خالص، وهيفضل بيتك على طول نظيف. مش هتحتاجي انك انت يعني مثلا مش هتحسي انك انت لا البيت عندي مش نظيف، انا مش لاقي وقت اخلص فيه حاجتي. لا، لو صحيتي الصبح بدري، يعني مثلا لو صحيتي على الساعة 7 لغاية لما بقى تفطري وتعملي وتودي، لو هتطلعي حد من عندك جوزك ابنك مش عارفة ايه، بدأتي 8، 8:30 9 برضو، ده كده زي الفل خالص كده. كنست كده الأرض كويس قوي ولميت الزبالة ركنتها على جنب.
طبعا انا مش هسيب حاجه غير لما اشيلها واكنس تحتيها علشان اشيل التراب طبعا من البيت كله. على فكره التراب لما بيقعد في البيت فتره طويله بيعمل طاقه سلبيه. عايزه اقولك انك انتي مش شرط انك انتي يعني من اول ما تكوني اتجوزتي تكوني عارفه الكلام ده. الكلام ده بيجي بالتدريب، بيجي مع الوقت، بيجي مع التمرين. لو انتي معاكي لسه ابنك صغير ومش عارفه تنظمي ما بين تنظيفاتك واكلك ومراعاة البيبي بتاعك، ده مفيش اي مشكلة على فكرة. مش هتتسألي عليه، انتي هتعرفي مع الوقت انك انتي تاخدي خطوة ناحية انك انتي ازاي تعرفي تمشي حياتك وتنظمي بيتك. عايزه اقول لكم اني انا ممكن كنت في الاول لما كنت لسه متجوزه ما كنتش عارفه ايه اللي انا بعمله، او مش ما كنتش عارفه ايه اللي انا بعمله، بس كنت بعمل يعني اول سنه تمام اللي كنت حامل فيها دي، اللي اتجوزت وحملت فيها دي، كانت الدنيا معايا تمام، كنت بعمل كل حاجه زي دلوقتي بالظبط. ما كانش في اي اختلاف، وكان على طول بيتي نضيف وزي الفل. بس انا للاسف بعد ما ولدت على طول بشهر كانت والدتي توفت. بعد ولادتي على طول. فالمهم انا بعد كنت طالعه من ولاده معايا بيبي صغير واول طفل ليا. في نفس الوقت انا لسه مش عارفه اعمل ايه او توجيهاتي ازاي او امشي ازاي اصلا يعني مع البيبي الصغير ده. فالواحد كان حاسس نفسه ان هو في عرض البحر، من حزن بقى، من مراعاة طفل صغير، من حاجات كتيرة. فالدنيا ما وقفتش والدنيا ما انهارتش، يعني الواحد قام ووقف على حيله ورجع نفسه لحياته تاني. عرف ازاي ان هو ينظم وقته وينظم حياته مع البيبي، ينظم تنظيفاته في بيته. ما تزعليش انك انت النهارده قصرتي، انت النهارده قصرتي، لكن انت قادره انك انت بكره وبعده تتخطي اللي انت يعني اللي انت وصلتي له ده النهارده، انت بكره قادره تتخطيه. خليكي عندك ثقه في كده، انك انت النهارده جيتي على بيتك في تنظيفاتك، بكره هتيجي على نفسك وتنظفي بيتك، فاهماني؟ وما تخليش حد ابدا يحسسك باي تاثير. انت يعني تقصير، خلينا واضحين. ما تخليش حد يحسسك انك انت مقصرة. ليه؟ لان انت طاقة، اشتغلي على قد طاقتك. اللي قادرة عليه اعمليه، واللي مش قادرة عليه يستنى لبكرة عادي. اهم حاجة انك انت ما تناميش بقى 3 4 10 ايام وتقولي دي طاقتي واماني قالت لي لا. انتي طاقتك قدها واكتر منها كمان. يعني خليكي دايما عندك ثقة في نفسك انك انتي تقدري تعملي الحاجة دي احسن من اي حد في الدنيا. والله بكلمك بجد. انتي خليكي معينة لنفسك على حياتك، عيني نفسك على حياتك. انتي مدي نفسك بالطاقة، بالطاقات الايجابية. انا عارفة ان احنا ساعات مش هنقدر نعمل كده، ومش في كل الاوقات هنقدر نعمل كده، بس معلش تعالي على نفسك. تعالي على نفسك عشان تبقي صح، وعشان تبني بيتك صح، وتعيشي في حياتك صح. على فكرة والله مفيش حد بيتعلم كده وخلاص يعني، او في يوم وليلة. كلنا بنتعلم مع الوقت ومع التدريب ومع الحياة. هقطع كده كلامي معلش معاكم، وهراجع كل اللي عملناه مع بعض. طبعا انا شلت الدباديب كلها على الغسالة، والستاير والفرش والمفارش وكل حاجة على الغسالة على طول. طبعا شلت الحفاظات والسجاد وكنست. تمام. وهنا بقى مرحلة غسيل السجاد. ده كده المكان اللي انا كنت هغسل فيه السجاد، يعني ما يبقاش فيه اتربه تسدلي البيبه بتاعتي، ويبقى فهماني الميه جاريه على طول، ما البيت نظيف، ما فيهوش حاجه، فيش تراب، ما فيش حاجه هتسد البيبه. طبعا برضو بشيل اي شوزات لان الميه هتبهدلها، وبلم كل الدنيا كده. لما خلاص بقى مفيش غير الاخشاب بس، ودي ببقى غصب عني ان انا اساسا بغسل حواليها، لاني طبعا الخشب مع كتر المية بيشقق. خلي بالكم ما تعرضوش لمية كتير قوي يعني مش على طول نمسحه بقماشة مبلولة. مش شرط ان احنا نحميه بالخرطوم. طبعا شلت المشاية كده بتاعت الطرقة والحافظة اللي عليها، وكله هيتغسل، السجادة هتتغسل والحافظة هتتغسل وكل حاجة كده. انا شلت سجاد البيت كله، او الصالة والطرقة والمطبخ، علشان دول اللي المية هتمشي ناحيتهم. تمام. انتي وشغالة كده خلي ليكي ورد يومي. آه،
يعني الأعداد معينة، فلنفترض مثلا 500 استغفار، 500 صلاة على النبي، الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده. خلي عندك الأذكار دي، يعني انتي وشغالة هتعينك جدا والله على شغل البيت. يعني كنت شفت دكتورة هالة بتدي نصايح أسرية جميلة جدا، بتعين الواحدة على يعني يعني على تنظيف بيتها، وعلى إعانة زوجها، وعلى حياتها الأسرية. بصي انا لما جربت الاذكار دي والله فرقت معايا، يعني الواحد بيحس ان فيه باور كده في جسمه، هو عارف يتعامل، عارف يشارك حاجات كتير هو عايز يشاركها. يعني عموما انت لما تخلي طاقتك متوجهة لناحية معينة، يعني عموما النهاردة هننظف اوضه اطفال بس، يعني فانت هتمسكي اوضه الاطفال دي من اولها لاخرها، مش هتسيبي فيها حاجة الا وهتعمليها. يعني انما لما تبقي مصممة ان انت تاخدي البيت كله، وانت طاقتك مش على قد البيت كله، مش هتقدري تعمليها. اهم من ده كله صراحة نفسي اقول لكم، ما تدخلوش حد ما بينكم، ما تدخلوش حد في تفاصيل حياتكم. انتي اتعلمي وقفي على رجليكي، وهتقعي وهتقفي تاني. هتكوني ازاي وربة منزل من غير ما انتي تقعي وتقفي وتتعلمي، عشان تعرفي تعلمي عيالك، علشان تعرفي تقولوا لهم انا مر عليا كذا وكذا وكذا، وتخطيتي المشاكل دي بكذا بكذا بكذا. سمعوا كلامك سمعوه، ما سمعوش وعايزين يجربوا بنفسهم يجربوا، احنا ملناش دعوة، هم براحتهم. بس اهم حاجة انت تكوني اتعلمتي علشان تبقي شخص فاهم عارف يتعايش في الحياة. ربنا اخر عليكي حاجة ما تزعليش، ربنا هيجيبها لك. احمدي ربنا وربنا هيجيبها لك. عايشة في مكان مش عاجبك، اصبري وادعي ربنا. ربنا قادر على كل حاجة، وقادر على كل شيء، قادر يغير حالك وحالي وحال كل الناس في يوم واحد، من لا شيء لكل شيء. اهم حاجة تصبري، واهم حاجة تحتسبي عند ربنا صبرك. اهم حاجة انك انتي ما تحسديش حد على حياته، ما تتمنيش الوحش لغيرك، زي ما بتتمني الخير ليكي اتمني الخير لغيرك. ليه نحسد غيرنا على حاجة في ايديه؟ ليه انت تتعاملي مع واحدة وهي تكون بتتعامل معاكي بحسن نية، وانتي من جواكي لو مؤاخذة عقربة عمالة تتعاملي بخبث ولقم، وهي مش حاسة بيكي يعني، وبتعاملك بما يرضي الله؟ ليه طالما، طب ما انتي هتاخدي على قد نيتك، وهي ربنا هيديها على قد نيتها. طب ما هي احسنت فيك التعامل، انتي ما احسنتيش فيها التعامل. طبيعي انتي تعاملك عند ربنا مش هيكون زي تعاملك معاها. ربنا يكرمكم من وسع، ويكرمكم براحة البال، ويكرمكم بسعة الرزق جميعا يا رب، اللهم امين. طبعا انتي لو متابعة الحديث الشيق بتاعي ده، ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو ده. تمام، حطي لايك للفيديو عشان تشجعين، عشان نحكي مع بعضينا في حاجات تانية حلوة كتير. وتعالوا نرجع للفيديو شوية كده. غسلت السجادة الأولى، طبعا أنا دعكتها كويس جدا. الموجود قدامكم في الفيديو ده يعني أولا أنا مسرعاه، ثانيا يعني أنا بقفل الكاميرا وبدعك تاني براحتي بقى، وبرجع للفيديو بتاعي تاني اكمله واصوره. تمام، وبعديها بشطف معاكم. دي الحاجة الوحيدة اللي بعملها في الفيديو، علشان يعني ايه، مش بتحتاج وقت قوي، بشطف معاكم. وكده اكون خلصت كمان السجادة التانية بتاعتي وركنتها على جنب. طبعا بنضف مكان السجاد بتاعي قبل ما بحطه بالخرطوم وبركنه، وبجيب سجادة تالتة اغسلها. عايزة افهمك اني انا لما استخدمت في الغسيل السجاد استخدمت اللهلوبة بتاعت مايويه، وحطيت معاها صابون سايل، وحطيت عليهم ميه. الهلوبة استخدمتها ليه؟ استخدمتها علشان لو في اي معايا بقع ولا حاجة تطلعها لي. تمام، هنا كده دي جبت سجادة اوضه النوم وسجادة المطبخ ومشاية كده كانت عندي، وكله بقى ايه هدعكه مرة واحدة واغسله مرة واحدة، بس دول كانوا متوسخين معايا بحطهم في المطبخ بصراحة. فهنقعهم كده على جنب، احط فيهم ميه واركنهم كده على جنب، بحيث ان الميه تتغلغل جواهم ميه والصابون يعني. وهدعكهم وهسيبهم تاني وهرجع لهم تاني. تمام، وبعديها هنغسل كمان. بعد كده هنجيب سجاد بتاع اوضه الاطفال. انا مش هسيب سجاد خالص، ده كده سجاد اوضه الاطفال. انا مش هسيب سجاد خالص غير لما اغسله، هغسل سجاد الشقه كلها. تمام،
بصراحة كانت حملة نظافة، وقلت بقى بالمرة اغسل السجاد وابني مش قاعد، وكمان هو كان عيان فما كانش ينفع ان انا انزله في المية دي. فكنت بقى خدتها فرصة اني انا اغسل سجادي كله وهو مش موجود. تعالوا نصلي كده على النبي، وما تنسوش تسيبولي في الكومنتات صلاة على النبي، استغفار، اي ذكر تحبيه هفرح بيه قوي. اهم حاجة تحطي لي لايك وتسيبي لي كومنت حلو منك باي حاجة عايزة تكتبيها، وتعملي اشتراك للقناة، دي اهم حاجة. يا رب يكون الروتين بتاعي عجبك النهاردة، واستنوا وصفات حلوة كتير للشتا ان شاء الله بإذن الله. ولو عايزين ينزل روتينات تانية كتير، ولو هتستنوا الفيديو بتاعي بتاع الفرش هتحطولي لايكات كتير. يعني بصوا، عايزة الفيديو يوصل ل100 لايك على الأقل، يعني أقل حاجة يوصل 100 لايك عشان انزل لكم الفيديو اللي بعده. و100 لايك ده قليل على فكرة، بس أنا يعني طيبة. ماشي، فعايزاكم تعملوا لي لايكات للفيديو كتير، وتعالوا نرجع لحوارنا تاني ونقاشاتنا تاني. لا، تعالوا نشوف اللقطة بصوا بقى، انا هنا كنت خلصت كل السجاد وكل الروتين، وهنا هنعمل حاجة تاني كده على السريع. معايا المكنة بتاعت امي الله يرحمها، ما تنسوش تسيبولي دعاء حلو لامي الله يرحمها لو عجبك الفيديو بتاعي النهارده. هنا كده الستاير بتاعتي اللي انا كنت متجوزه بيها، يعني كان الشريط بتاعها باظ، فصلحت المكنه بتاعتي وقلت ايه، وداعا بقى لغلو الاسعار، انا هعتمد على نفسي وهركب الشريط في البيت. اشتريت شريط عادي كده بتاع ستاير من عند الحباك، المتر بتاعه كان ب12 جنيه. تمام. واخدت كده المقاس بتاع الستاره بتاعتي، قصيته على قد حجم الستاره بتاعتي، وبدات كده ايه اشتغل على المكنه بتاعتي زي ما انتم شايفين. لو الخرمة اللي مفتوحة في الستارة بتاعتي بعيدة عن الخرمة اللي في الشريط، بتني الشريط كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وببدأ اخد عليه غرزة بالمكنة بتاعتي بحيث ان هو يثبت، يعني بخيطه بمعنى اصح. تمام. آه لو اتفكت معايا الإبرة، علشان المكنة دي فيها حاجة رخمة جدا في ان هي اللضمة بتاعتها بتتفك كل شوية. لو عايزين اللضمة بتاعتها، ولو عايزين تفاصيل تخييط الستاير دي بطريقة أعمق شوية وأوضح أكتر، اكتبولي في الكومنتات وهقول لكم كل التفاصيل. ولو انت ست بيت هعلمك ازاي تشتغلي على المكنة من البيت، وهعلمك ازاي تشتغلي فيها مشروع. هعلمك تعملي مشاريع من الأكل، وهعلمك تعملي مشاريع ازاي من المكنة. وإن شاء الله بإذن الله نعمل روتينات قوية جدا مع بعض. بس دعموني بلايك 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 بالله عليكم. تمام، وكومنت. تمام كده، دي كده كانت النهاردة فيديوهاتي، ودي كانت الروتين بتاعي. بتمنى يكون عجبكم، وبتمنى اكون كنت خفيفة على قلبكم. طبعا انا لسه بخيط في في الشريط بتاع الستارة بتاعي. قفلته من ناحيتين، من فوق ومن تحت، وكمان هبدأ ان اخد الجناب علشان انا اكون متأكدة ان الشريط بتاعي ثبت كويس قوي. وطبعا انا هنا كنت بالليل بقى بعد ما خلصت آه السجاد بتاعي واستريحت وكده اهو. كمان ده كان تاني يوم بالليل. تمام. وهنا كنت خلاص خلصت الشريط بتاعي، وبوريكم بقى الشريط بتاعي شكله عامل ازاي. ودي الاشكال الضغط اللي بتركب، اللي هي شكل مش فاكرة اسمها، هكتب لكم في الكومنتات لو افتكرت اسمها. بحطها بقى بدل منظر القماش اللي متفتح ده، بتتعمل بطريقة كبس، بتكبسيها كده بيبقى شكلها تمام. ده كده الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك